ماجد هاني كرة طولية خطيرة، وسام اللمسة، وسام التصويب والهدف الأول. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم نبض المواطن. النهارده الأهلي بطل الدوري، الأهلي بطل محمد عادل وكمان ماجد هاني كرة طولية خطيرة، وسام اللمسة، وسام التصويب والهدف. أفريقيا الأهلي إن شاء الله بطل العالم. ببارك للنادي الأهلي على الخماسية النظيفة التي خطورة تصويب والمتابعة بلمس والهدف الثاني. جول أحرزها بالأمس. النهارده الأهلي محدش واقف قدامه. الأهلي روعة الباص، روعة التحرك، رضا والتصويب والهدف. جوه الجول الهدف الثالث. الأهلي مش لاقي منافس. الأهلي لم يجد صالح النادي الأهلي. وسام أبو علي قوية صاروخية غير عادية، والهدف الرابع الرباعية. لم يجد منافس إلى الآن. الجماهير فرحانة جدا، الجماهير مبسوطة جدا. جماهير الأهلي تهتف باسم النادي الأهلي. الأهلي خطيرة. مودس والاستلام والهدف. جوه الجول حقق الفوز الكبير على بلدية المحلة 5-1 في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري، وأقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي. الأهلي استطاع أن يحقق فوز كبير على بلدية المحلة 5-1 في بطولة الدوري بعد خوض 7 مباريات من الموسم ليصل إلى النقطة رقم 17 ويحتل المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري المصري. استطاع النادي الأهلي بجدارة أن يفوز 5-1، وإن شاء الله المباراة القادمة يفوز بإذن الله ليحصل على الترتيب الأول في بطولة دوري أبطال إفريقيا. الأهلي حقق نجاح ليس له نظير في أعوام سابقة إن شاء الله والأعوام القادمة. فعلا بطل إفريقيا وبجدارة. أنا بشفق على جماهير النوادي الأخرى، لأن النادي الأهلي محافظ على لعيبته، محافظ على بطولاته، لدرجة إن النادي الأهلي لو خسر مباراة أو بطولة بتكون بطولة لناس تانية أو لفرق أخرى، لأن الفرق الأخرى بيحصلوا على بطولة الدوري بعد 7-8 سنين. بتبقى لهم أو بالنسبة لهم إنجاز، وبيعشموا نفسهم انهم طبعا خلاص هناخد بقى الدوري اللي جاي واللي بعده. اتاري العمليه كلها بتبقى ايه؟ زي ضربه حظ. لكن النادي الاهلي مش ضربه حظ، ولكن توفيق من الله سبحانه وتعالى. واللعيبه بتاعه النادي الاهلي بتقدم كوره صح، بتقدم شيء للجماهير جميل جدا بيرضي الجماهير. النادي الأهلي محافظ على اسمه، محافظ على لعيبته، محافظ على ناديه، محافظ على الريتم بتاعه، معود جماهيره على الفوز المستحق والفوز الكبير، لدرجة ان النادي الاهلي لو تعادل مرة او غلب 1-0 تلاقي النادي الاهلي بيحس ان دي هزيمة مش مكسب. ألف مبروك للنادي الأهلي الفوز المستحق على بلدية المحلة بالخماسية. إمام عاشور ساهم في فوز النادي الأهلي بخماسية أمام بلدية المحلة من خلال تمريرة رائعة استقبلها رضا سليم، سجل الهدف الثالث، كما نجح في الحصول على ركلة جزاء استطاع الفلسطيني وسام أبو علي أن يسجل منها الهدف الرابع. ألف مبروك للنادي الأهلي، حاجة بصراحة تشرف، حاجة ممتازة.
ان شاء الله الاهلي هيكون في تقدم دائم، ومبروك لجماهير النادي الاهلي، والتمني بالفوز الدائم ان شاء الله.